السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب ما تحرمش من مشاهدتكم، يا رب ما تحرمش منكم. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، وحط لايك واشترك في القناة. لو اول مرة تشوفني هتشترك في القناة وحط لايك جميل كده زيك، وكومنت جميل كده زيك. طبعا كنا عايزين نجرب كنتاكي اللي هنا في خميس مشيط، فقلت ايه اجرب معاكم، اخد معاكم التجربة دي واقول لكم رايي يعني ايه في اكله وكده، وعامل زي بتاع مصر ولا هو احسن ولا هو اوحش ولا ايه، واقول لكم التجربه بالظبط. طبعا انا طلبت وجبه اللي هي زنجر، جاي معاها السندوتش زي سندوتش البرجر كده. اللهم صل على النبي. وجاي معاه قطعة بروستد وواحدة بيبسي وبطاطس وكول سلو. ديت احنا اللي طالبينها يعني، مش ضمن الوجبة. وبعدين جوزي طلب سندوتش بيك فيلر برضو، طعمه جميل جميل. انا بطلبه كل مرة بس قلت اغير المرة دي ونشوف يعني. هو عامة طعمه زي الزنجر بس، او شكل الزنجر بالظبط. بس ده في عيش طويل وده في عيش مدور. ده كل الفرق. ودوت سندوتش لوحده وده مع وجبة يعني. فانا يعني حبيت السندوتش الصراحه، خفيف كده وحلو. وبرضو السندوتش دوت الزنجر ده اللي انا طلبته كان في منتهى الجمال، بجد بجد كان جميل جدا جدا. يعني لو حد هيطلب وجبة وخلاص مش قادر هيموت من الجوع، هو دي جميلة جدا. حلوة جدا في تجربتها، عجبتني. احنا حاطين فراخ كتير جدا. لو شاطر تجربه بجد. مشبع وكبير جدا. والواحد انا ما قدرتش اكمله والله، يعني يا دوبك السندوتش، يعني ما اكلتش لا قطعه البروستد ولا البطاطس. الريزو بقى يا جماعه مش زي بتاع مصر خالص. يعني الريزو بتاع مصر يكسب 10/10 بجد. اولا الرز ده بسمتي، ثانيا حاطين الفراخ اللي عليه بعضمها بروستد، مش قطع فراخ. وبعدين مش حاطين عليه صوص زي الصوصات اللي بنحطها في مصر. ده حاطين مش عارفه صوص ايه كده احمر مدي على صلصه كده، مش عارفه ده ايه الصراحه. ما عجبنيش خالص خالص الريزو. فهتبقى اخر مره ان انا اجيبه، قلت اجربه. وحبيت بقى اشارككم معايا التجربه بتاعت اكل كنتاكي. اللي بيعجبني منه مش البروستد، اللي بيعجبني منه السندوتشات الستريبس بتبقى جميله عامه. كزنجر او اي حاجه بقى، او فيليه او اي حاجه بتبقى جميله. لكن البروستد بحسه مش حلو ومش مستوي كويس ومش قد كده الصراحه. لو اول مره بقى تشوف قناتي، اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وحط كومنت ولايك كده جميل زيك. بالله عليكم بالله عليكم لا تشجعوني وتحطوا لايك وتحطوا كومنت جميل زيكم. طبعا انا قلت اشارككم معايا واقول لكم رايي في كنتاكي اللي هنا.